راجع من النهار قوة مفرطة ضم في سينا قلب شيف المعادي. معادي ده جنب بيتنا. هكذا حاول الساخر باسم يوسف تلخيص الأحداث التي مرت بها مصر منذ توقف حلقة برنامجه الكوميدي البرنامج قبل أكثر من 100 يوم. السيسي ده في حل إيران دي حلوة سقفوا عليها دي حلوة. بصوا هم الحاجات دي اللي بعديها قلت إيه؟ وعشان كده ثورة أم انقلاب؟ عنوان الحلقة التي عاد بها باسم لجمهوره الذي ما زال ينتظر منه الكثير. اي حد بيغلط حقه ينتقد، لان احنا بلد خلاص يعني بقت كل حاجه حره يعني. بس عشان هو السيسي محبوب بين الناس كلها ومش قادر يتكلم عنه زي ما مرسي ما بيتكلم، بس هيبقى تمام يعني ان شاء الله. يعني هيبقى فيه قلق بس مش يعني بسيط، عشان هو برضك عايزين يدوله شويه حريه، لان مش هينفع يبقى كل الكلام بتاع الاعلام من اتجاه واحد. هل هيعمل مع السيسي زي ما عمل مع مرسي؟ هنشوف الديمقراطيه. وحشتونا يا جماعه، وحشتونا فعلا. الإبقاء على الخط العام الساخر والنقدي للبرنامج مثل من وجهة نظر بعض المراقبين تحديا كبيرا لفريق العمل الذي ساهم بشكل كبير في إحداث الزخم الجماهيري للتظاهرات التي جرت في 30 من يونيو حزيران الماضي وما آلت إليه الأحداث فيما بعد. أنا شايفة الحلقة كانت ثرية جدا جدا امبارح، وإن هو بدأ يحط أقدامه مرة تانية بعد غياب تقريبا 105 يوم تقريبا، لان هم كانوا 3 شهور واسبوعين حاجه كده. فالقصه كانت كده ان هو قدر ان هو على الاقل يحط اول خطوه على الحلقات الجايه تبقى شكلها ايه. واظن الفقره الاخيره اللي هو اتكلم فيها بشكل جاد جدا كانت احد هذه العوامل اللي اكدت للناس ان باسم يوسف هيقول. وكالعادة أثارت حلقة باسم يوسف الجديدة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، غير أن باسم حاول في نهاية الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج أن يلخص موقفه من مجمل الأحداث الجارية. أنا مش ممكن أقف جنب ناس بتروج وبتحلم من شقاق الجيش وبيتمنوا السيناريو السوري وقوف دبابة قدام دبابة وحرب أهلية وتدخل أجنبي وبيشجعوا غانا، وفي نفس الوقت أنا ضد موت التخوين والترهيب ورجوع القبض العشوائي وعنف الأجهزة الأمنية. عطية نبيل، BBC، القاهرة.